السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة تالتة ثانوي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر عبد الله شرف، استاذ اللغة الإنجليزية. ان شاء الله النهارده هنشتغل مع بعض جرامر يونت 1. هنبدأ مع بعض كده نعمل سمري سريع للجرامر، وبعد كده نبدأ نحل عليه أسئلة قوية جدا هتلم لك الجرامر كله تمام. طيب، الأول بس كده عايزين نعمل سمري للجرامر بتاعنا. طب هو الجرامر بتاع يونت 1 بيتكلم عن ايه؟ جرامر يونت 1 بيتكلم عن زمن البريزنت بيرفكت، زمن المضارع التام، كمان زمن ال present perfect continuous اللي هو المضارع التام المستمر. طيب هو ايه المضارع التام ده اصلا يا مستر، وتكوينه ايه وشكله ايه وبنستخدمه ازاي؟ هقول لك كل حاجة. اول حاجة خالص، المضارع التام ده هو بيتكون من have او has، وبتحط بعديه التصريف الثالث للفعل. ده كده تكوين الزمن بتاعك. طيب، ده تكوين الزمن بس في شكل الاكتف. يعني ايه اكتف؟ اكتف يعني معلوم. طب يعني ايه معلوم؟ يعني الجملة بادئة بالفاعل. الجملة لما تبقى بادئة بالفاعل تحط بعدها هاف او هاز وتصريف تالت. طب انا هجيب هاف ولا هاز بناء على ايه؟ قال لك بناء على الفاعل. لو الفاعل ده مفرد هتجيب هاز. طب لو الفاعل ده جمع هتجيب هاف. يعني مثلا لما يجي يقول لي كده I have played football، الجملة دي معناها ايه؟ معناها ان انا لعبت كورة. ادي اي الفاعل، حطيت بعدها هاف لان اي بتاخد هاف لان هي بتعامل معاملة الجمع، وبحط بعديها التصريف الثالث للفعل. قلت I have played football. طيب، تاني شكل للزمن لازم تكون عارفه كويس قوي قوي قوي، وهو الباسيف، المبني للمجهول. الباسيف بتاع الزمن، اي زمن في الدنيا بتدرسه لازم تعرف الاكتف والباسيف بتاعه. طيب الباسيف ده اللي هو المبني للمجهول. طب هو المبني للمجهول بتاع البريزنت بيرفكت بيتكون من ايه؟ قال لك المبني المجهول، اي مبني المجهول في الدنيا لازم يبدأ بالمفعول. ببدأ الجملة بتاعتي بالمفعول، وبحط بعديه have او has على حسب المفعول ده مفرد ولا جمع. خلاص بقى، لو مفرد يبقى has، لو جمع يبقى have. وبتحط بعدها كلمة been، وبعد كده التصريف الثالث للفعل. يبقى الفرق ما بين الاكتف والباسيف ان الاكتف هاف او هاز وتصريف ثالث على طول، انما الباسيف هاف او هاز بن وتصريف ثالث، الفرق ما بينهم كلمة. طب ما تيجي نبني الجملة دي كده للمجهول. قال لك ببساطة هتاخد المفعول تبدأ بيه اللي هو عندي هنا فوتبول. جميل. وبما ان فوتبول ديت مفرد فهتاخد هاز، يبقى هروح قايل فوتبول هاز. وبعد كده بما ان فوتبول مفعول يعني الجملة بادئة بالمفعول، فهجيب بعد هاز بن، واروح حاطط التصريف الثالث من الفعل الاساسي عندي اللي هو played، فتبقى فوتبول هاز بن played. عايز تحط بقى الفاعل مفيش مشكلة. قال لك هتحط الفاعل بس بشرط، هتحط قبليه حرف الجر باي، وبعد كده تحول ضمير الفاعل ده لضمير مفعول، فضمير المفعول من I me، يبقى football has been played by me. ديت ممكن تتحط وممكن لا، عادي جدا مفيش مشكلة. يبقى أنا دلوقتي لما هاجي أصنف الجملة اللي قدامي هصنفها هي active ولا passive، هي معلوم ولا مجهول. أعرف منين؟ بتشوف الجملة بادئة بإيه. لو الجملة بادئة بفاعل، لو الجملة بادئة بفاعل يبقى ديت كده اكتف. لو الجملة بادئة بمفعول object يبقى كده هي passive، فبتجيب have او has been وتصريف تالت. يبقى المقياس بتاعك هو ان انت بتاخد الفعل الاساسي وتطبقه على اللي بادئ بالجملة، على الاسم اللي جاي في بداية الجملة، وتشوف هو الاسم ده هو الفاعل بتاع الفعل ده ولا هو المفعول بتاعه. يعني الاسم ده هو اللي بيعمل الفعل ولا هو اللي بيقع عليه الفعل. لو هو اللي بيعمل الفعل يبقى الجملة ديت اكتف، لو هو اللي بيقع عليه الفعل يبقى الجملة دي كده باسف، لان ساعتها ده هيبقى المفعول. تمام كده؟ طيب، ده بالنسبة للشكلين الاساسيين بتوعي. طيب لو انا عايز انفي الجمله اعمل ايه؟ ببساطه خالص، عندك have وهاز هنا helping verb يعني فعل مساعد، يبقى خلاص هتحط لهم not، فهيبقى نفيها haven't او hasn't، وكده كده بعدها التصريف تالت. نفي الباسيف haven't او hasn't been والتصريف التالت، مفيش اي فرق خالص. طب عايز اعمل سؤال، ببساطه برضو هتروح اعمل ايه؟ مبدل ما بين الفاعل
وهاف وهاز، يعني هتجيب الفاعل في النص هنا، تحط الفاعل هنا، فاصبح سؤال، لان مفيش سؤال بيبدا بفاعل. ركز في دي كويس قوي. لو الجمله عندك فيها question mark في الاخر، فيها ده سؤال كده، احذف اي حاجه بادئه بفاعل، لان انا ما ينفعش ابدا السؤال بفاعل، كده مش هيبقى سؤال اصلا. تمام كده؟ طيب، ده بالنسبه لتكوين الزمن. بعد كده عايزين نعرف هو انا اصلا بروح اجيب مضارع تام امتى؟ يعني امتى استخدم مضارع تام؟ قال لك ايه هي الاستخدامات بتاعه. اول حاجه، طيب قبل ما نكتبها خلينا نفهمها مع بعض كده. المضارع التام هو اسمه مضارع بس في كلمة جنبه اللي هي تام، يعني مضارع بيتمم حدث. بيتمم حدث، هيكون الحدث ده حصل فين؟ أكيد في الماضي. يبقى إذن هو اسمه مضارع تام بس الحدث الأساسي هو حصل في الماضي. طب إيه علاقته بالمضارع؟ قال لك الحدث اللي حصل في الماضي ده، وبالمناسبة هو ممكن يكون انتهى وممكن لأ. يعني هو حدث حصل في الماضي، جميل، لو لسه ليه علاقة بالمضارع يبقى ده كده مضارع تام. بمعنى مثلا دلوقتي انا اكلت، انا خلاص اكلت، انا اكلت خلاص، فانا شبعان دلوقتي. يبقى الحدث اللي حصل في الماضي ان انا اكلت ده ليه اثر دلوقتي، يعني ليه علاقة بالمضارع ان انا شبعان. طب انا ما اكلتش فانا جعان دلوقتي، يبقى اذا الحدث اللي هو في الماضي ده اللي انا ما اكلتش ده ليه علاقة بالمضارع ان انا جعان. يبقى اذا المضارع التام هو حدث حصل في الماضي بس ليه علاقة بالمضارع، يعني ليه اثر في المضارع، ليه اثر دلوقتي، لسه انا شايف له بواقي. طيب، كمان ممكن يكون حدث حصل في الماضي ولسه شغال لحد دلوقتي. يبقى الزمن اللي بيربط الماضي بالمضارع هو المضارع التام. هو الزمن اللي بيربط الماضي بالمضارع، مش حدث حصل في الماضي وخلاص وخلص وما عادش ليه علاقة بالمضارع، لا ده كده ماضي بسيط. الماضي البسيط هو حدث حصل في الماضي وما عادش ليه اي علاقة بالمضارع، خلاص حصل في الماضي وانتهى. انما المضارع التام هو حدث حصل في الماضي فعلا بس ليه علاقة بالمضارع، علاقته لسه قائمة بالمضارع، يا اما ليه اثر في المضارع يا اما لسه شغال لحد دلوقتي. ده كلام جميل. طيب، خلينا نشوف بس اول استخدام كده. اول استخدام قال لك هو حدث، زي ما قلنا كده، حدث بدأ فين؟ في الماضي. حاجة من اتنين، يا اما له اثر في المضارع يا اما ما زال مستمر في المضارع. يعني يا اما حدث حصل في الماضي وله اثر في المضارع يا اما لسه شغال لحد دلوقتي. كلام جميل. طيب، تاني استخدام قال لك انا بستخدمه كمان في التعبير عن حدث، للتعبير عن حدث فين؟ في الماضي. تعبير عن حدث في الماضي، بس الحدث اللي في الماضي ده ما حددتش وقته، دون تحديد وقته. ازاي؟ دلوقتي انا اجي اقول لك انا لعبت كوره، هل انا قلت لك انا لعبت كوره امتى؟ لا. انا اكلت، هل انا قلت لك انا اكلت امتى؟ لا. طب لو انا قلت لك انا لعبت كوره امبارح، هنا انا حددت وقت، يبقى ده كده مش مضارع تام. انما لما اقول لك انا لعبت كوره هتقول لي ما انا لعبت ماضي، ايوه بس انا ما حددتلكش وقت، ما قلتلكش انا لعبت امتى، ما قلتلكش انا لعبت امبارح، لعبت الاسبوع اللي فات، السنه اللي فاتت، ما قلتلكش. يبقى اذا ده كده مضارع تام. انما لما اقول لك انا لعبت امبارح يبقى ده كده ماضي بسيط لان انا حددت وقت. يبقى لو حددنا الوقت يبقى ماضي بسيط، ما حددتش الوقت يبقى ده كده مضارع تام. جميل. ممكن كمان استخدم المضارع التام في التعبير عن عدد مرات تكرار الفعل. يعني مثلا لما اجي اقول لك كده I have sent 3 emails، انا بعت 3 ايميلات. جميل، الحدث ده قابل للتكرار، يبقى معنى كده ان هو علاقته بالمضارع لسه شغاله قائمه، عشان كده جبت مضارع تام. وعندك هنا عدد مرات يبقى ده كده مضارع تام، هاف وتصريف تالت. طب لو انا حددت وقت هنا، يعني نفس الجمله دي بس رحت قايل لك yesterday، امبارح، يبقى اذا علاقه الحدث ده بالمضارع ما عادتش قائمه، ده خلاص انتهت، عشان كده هيبقى ماضي بسيط. فراح قايل لك I sent
3 emails yesterday. يبقى مع عدد المرات، لو انت عندك علامة على الماضي يعني عندك تحديد وقت في وقت متحدد يبقى ده كده ماضي بسيط. ما عندكش وقت متحدد في الماضي يبقى ده كده مضارع تام مع عدد مرات تكرار الفعل، مع الأخذ في الاعتبار ان مع عدد مرات تكرار الفعل ما ينفعش استخدم زمن مستمر نهائي. يعني ما ينفعش اجيب هنا مضارع تام مستمر، غلط. طالما عدد مرات تكرار يبقى ده كده مضارع تام بس مش مضارع تام مستمر. كلام جميل. طيب عندك بقى بعد كده كان في عندك شوية كلمات دالة كده على المضارع التام. اول واحدة خالص خلينا نقولهم كده بشكل سريع، ولما هيقابلنا الحل وهندخل في الحل دلوقتي هنشوفهم بشكل واضح في الأسئلة، هتبقى أسهل معانا وأحسن معانا كمان. طيب عندك دلوقتي كلمة already. أول حاجة خالص كان عندك كلمة اسمها already. already دهيت اللي هي معناها إيه؟ معناها بالفعل. كل كلمة من اللي إحنا هنقولها دلوقتي لازم تعرف مكانها فين وبتيجي إزاي بالظبط، بتيجي في أنهي جملة يعني. طيب already دهيت، already دي اللي هي معناها بالفعل، قال لك بتيجي يا إما في الجملة المثبتة، وفي الجملة المثبتة ليها مكانين، يا إما آخر الجملة يا إما بين have أو has والتصريف التالت، يعني من الآخر قبل التصريف التالت للفعل. يبقى already بتيجي في الجملة المثبتة، في الجملة المثبتة مش المنفية، لها مكانين في الجملة المثبتة، يا إما آخر الجملة المثبتة يا إما ما بين have أو has والتصريف التالت. جميل. قال لك كمان ممكن تيجي في آخر السؤال، بس اسمه السؤال التعجبي. سؤال تعجبي مش أي سؤال، مش أي سؤال. مثلا دلوقتي أنا اديتك امتحان فأنت خلصته في نص ساعة، فجاي أقول لك إيه ده؟ هو أنت خلصت الامتحان؟ ده أنت سريع جدا. فأنا كده بسأل أو بعمل صيغة تعجب بس في صيغة سؤال، بمعنى بقول لك هو أنت خلصت؟ ده أنت سريع. أنا مش مستني منك إجابة، أنا أوريدي سألت وكملت كلام بعديها، مش مستني منك إجابة، يبقى ده اسمه سؤال تعجبي بيعبر عن الدهشة. بس خلي بالك الدهشة لحدوث الفعل مش لأن هو ما حصلش، الدهشة عن إن الفعل حصل وتم، يبقى ده كده استخدم معاه already في آخر السؤال. آخر السؤال يعني أروح قايل لك have you done your homework already؟ you are clever. have you done your homework already؟ already في آخر السؤال اهوت، ورحت قايل لك بعدها you are clever، فأنا كده بستعجب، يبقى دي كده دهشة، فعشان كده بستخدم already في آخر السؤال التعجب. طيب ادي already. قال لك بعد كده عندك زميلتها بقى اللي هي كلمة yet. هما الاتنين كده مع بعض. yet اللي هي معناها حتى الآن، لحد دلوقتي، يعني الحاجة بتحصل لحد دلوقتي أو ما بتحصلش لحد دلوقتي. طيب yet دي بستخدمها فين؟ قال لك yet عكس already. already كانت بتيجي في الجملة المثبتة، يبقى yet بتيجي في الجملة أيوه المنفية. طب فين في الجملة المنفية؟ في أي حتة. قال لك بتيجي في آخر الجملة المنفية، في آخر الجملة المنفية، وممكن ما بين هاف وهاز والتصريف التالت ممكن تيجي فيها، بس هي بتيجي في آخر الجملة المنفية، ده المكان الأساسي بتاعها. كمان بتيجي في آخر السؤال، آخر السؤال بس مش السؤال التعجبي. يبقى لو السؤال تعجبي بيعبر عن دهشة يبقى ده كده اوريدي في الآخر. طب لو سؤال عادي يبقى كده يت في آخر السؤال برضو مفيش أي مشكلة فيها. طيب هناخد تركاية بس كده عن يت، وهي إن يت دهيت ممكن تساوي كلمة بط. يا نهار أبيض، بط؟ والله يت بتساوي بط اللي هي معناها ولكن أو ومع ذلك، ممكن تجي بمعنى ومع ذلك. جميل. بس عشان استخدم يت كرابط، هنا رابط لان هي بتساوي بط فاصبحت رابط، قال لك هتجيب قبليها كوما، تحط قبلها كده كوما، يبقى يت ممكن تيجي رابط ما بين جملتين بتساوي بط اللي هي معناها ولكن، او يت هنا يبقى معناها ومع ذلك، واحط قبليها كوما. دي كده استخدامات يت. طيب بعد كده كان عندنا كلمة أو كلمتين مهمين جدا لازم نفرق ما بينهم، وهما ever و never. أدي ever وأدي عندك هنا never. أدي ever وأدي never. إيه الفرق ما بين الاتنين؟ قالك ببساطة
نيفر دهيت اصلا انت واخد من ابتدائي ان نيفر دهيت بتيجي في الجمله المثبته وتعطي معنى النفي. يعني ايه؟ يعني نيفر لما بتيجي في الجمله بتيجي في الجمله المثبته مش المنفيه، لان هي اوريدي بتنفي، لان نيفر هي بتنفي اصلا. يعني نيفر ديت هي علامه على النفي، هي بتعبر عن النفي، فمش هينفع تيجي في جمله منفيه، يبقى اذا هتيجي في الجمله المثبته. ونيفر لما تيجي في الجمله المثبته تساوي ايفر بس في الجمله المنفيه. يبقى النفي مع ever يساوي الإثبات مع never. يعني أقول I haven't never هي I haven't ever sorry I haven't ever هي I have never. I haven't ever يعني I have never. I haven't ever played football يعني I have never played football. I haven't ever traveled to London هي I have never traveled to London. يبقى إذا never في الإثبات تساوي ever في النفي، والاتنين كده هيدوا معنى النفي عن الحدث ما بيحصلش. كلام جميل. طيب نيجي لحاجة تانية. قال لك إن never دهيت بتيجي لما يكون عندي في الجملة في صيغة مقارنة. صيغ المقارنة كتير، تمام؟ طيب صيغ المقارنة من ضمنها إن الصفة يبقى منضاف لها اي ار، أو من ضمنها إن الصفة يبقى قبلها مور أو لس، أو تلاقي عندك مثلا كلمة زي كلمة like this أو like that. تلاقي عندك صيغة مهمة أوي اسمها such a أو an زائد صفة زائد اسم، والصفة دي ممكن تبقى موجودة وممكن لأ. such a أو an صفة زائد اسم، يبقى أنت هنا مع never لأن دي صيغة مقارنة. طب افرض عندي صيغة مقارنة بس الجملة منفية، يبقى أنا مع مين؟ يبقى أنا مع ever. خلاص. never زائد الإثبات تساوي ever زائد النفي. يبقى الجملة المنفية اللي فيها ever تساوي الجملة المثبتة اللي فيها never، حتى لو عندك صيغة مقارنة عادي جدا. بس الفرق بقى هنا إن ever ده بتيجي بس لو عندي صيغة تفضيل. هنا مش هينفع استخدم never، استخدم ever. لو عندك في الجملة صيغة تفضيل يبقى تستخدم ever. صيغة التفضيل اللي هي زي ايه؟ صيغة التفضيل اللي هي زي ان الصفة يبقى قبلها ذا وعندك الصفة ومنضاف لها اي اس تي، يا اما قبليها ذا most او ذا list، يا اما لو عندك عدد ترتيبي زي ذا first ذا last الاول الاخير التاني التالت. دي كلها صيغ تفضيل استخدم معاها ever. قال لك كمان ever دهيت بتيجي في السؤال. ايه ده؟ مش انا عندي اتنين فوق بيجي في السؤال؟ ايوه، اللي هما already ويت، بس already في اخر السؤال التعجبي، ever في اخر يت في اخر السؤال العادي. طب ever في السؤال العادي بس بتيجي قبل التصريف الثالث، يبقى ايفر ما بتجيش في اخر السؤال، هي قبل التصريف الثالث. طب بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن حاجه اسمها خبره سابقه. يعني لو عندك خبره في حاجه قبل كده او تجربه في حاجه قبل كده، اجي اقول لك مثلا have you ever traveled to Cairo؟ هل انت عمرك سافرت لكايرو؟ يبقى اذا ايفر هنا بتعبر عن ان انت هل عندك تجربه قبل كده ولا لا. عشان كده استخدمت ايفر في نص السؤال قبل التصريف الثالث على طول. حلو قوي. طيب بعد كده كان عندنا مين؟ كان عندنا كلمتين بقى اللي هما الايه، البعبع بتاع الكلام ده او اللي بيسبب لكم لخبطه، اللي هما كلمه since وكلمه for. ببساطه خالص since دهيت معناها منذ، معناها منذ يعني من. طب for معناها لمده، من الاخر كده بالبلد بتاعنا يعني بقالي. طيب يبقى سنس معناها منذ، انما فور معناها لمدة. سنس ده هي بتلاقي بعديها بداية الحدث او اسم، تلاقي بعدها اسم. طب فور تلاقي بعديها المدة بقى اللي حصل فيها الحدث ده. ازاي يعني؟ طب فهمنا كده. يعني لما اجي اقول لك دلوقتي مثلا 3 ايام، هل 3 ايام ده هو بداية ولا مدة؟ 3 ايام ده معروف اولهم واخرهم مدة هي، يبقى انا هستخدم قبلها فور. يبقى اي مدة هستخدم قبلها فور. طب اي بداية هستخدم قبلها سنس. طب الاسم هستخدم مع سنس. طيب يعني لما يجي يقول لي مثلا كده اقول لك مثلا for 3 days
لمدة 3 أيام. 4 years. 5 weeks. أقول لك مثلا for a long time لوقت طويل، لمدة طويلة. for ages. for عبارة مهمة أوي. as long as I can remember. ده كله واخد معاه for. طب بالنسبة لسنس، قال لك سنس هتجيب بعدها بداية الحدث. بداية الحدث دي ممكن تبقى سنة 2010، ممكن تبقى اسم يوم زي فرايداي، اسم شهر زي ماي. شوف انا بقول ايه. اسمه فرايداي، اسمه ماي، اسمه اكتوبر. يبقى اذا انا بستخدم معاه هنا سنس. طيب في عندك بقى حاجة اسمها last with the last. ايه last with the last؟ لو انا قلت the last week هنا تروح مع for. طب لو قلت last week بس يبقى انت هنا مع since. ايه الفرق؟ قال لك هنا دي اسمها last، انما ديت the last. بس خلي بالك ان الاتنين بعديهم مدة week. the last ومدة يبقى انت مع for. طب last بس ومدة يبقى انت مع since. وسنس مش هتسيب فور في حالها، فهتروح واخده منها ذا برضه، بس هتاخدها بالشياكه. فتروح عامله ازاي؟ تروح قايله لك ان انا هاخد ذا لاست. حلو. بس هلعب على فور، بدل ما اجيب بعدها مده هروح جايب بعديها اسم حدث بقى. اقول لك ذا لاست ميتنج. ما هو ميتنج ده اسم مش مده، يبقى انت مع سنس. اقول لك ذا لاست كونفرنس، يبقى انت مع سنس مش فور. طب لو قلت لك ذا لاست مانث يبقى انت مع فور. ذا لاست ويك يبقى انت مع فور. يبقى ذا لاست ومده فور. ذا لاست واسم او حدث يبقى انت مع سنس. طب لاست بس ومده يبقى انت مع سنس. طيب نكمل كلامنا عن سنس. قال لك دلوقتي ان سنس دهيت، سنس دي ممكن تستخدم كرابط. ازاي؟ يعني يجي بعديها جملة وقبلها جملة. اي رابط اسمه رابط عشان بيربط ما بين جملتين. فسنس كده كده جملتها اصلا هي بتاعت مين؟ بتاعت مضارع تام. حلو. طب يبقى بعدها الجملة اللي بعدها هتبقى ماضي بسيط. يبقى سنس ده اهي الحاجة الوحيدة في الانجليزي اللي تلاقي الجملتين واحدة قبلها مضارع واحدة بعدها ماضي. غير كده مضارع مضارع ماضي ماضي. يعني ايه مضارع مضارع ماضي ماضي؟ يعني الجملة اللي بادئة مضارع بتكمل مضارع، الجملة اللي بادئة ماضي بتكمل ماضي. ما عدا مع سنس تلاقي قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط، ماشي عكس خلق الله. سنس قبليها مضارع تام بعديها ماضي بسيط. جميل. سنس ده هي كمان ممكن استخدم سنس بمعنى as اللي هي بمعنى because اللي هي بمعنى لأن. فتلاقي بعديها زمن وقبليها زمن، يعني بعدها جملة وقبلها جملة. أيا كان الزمن ده إيه ماليش دعوة بيه، ما يهمنيش. أنا يهمني هنا إن since تساوي as أو تساوي because بمعنى لأن. فممكن يجي بعدها مضارع قبلها مضارع بعدها ماضي قبلها ماضي، ما عنديش مشكلة خالص. إمتى؟ لو بمعنى لأن. إنما لو بمعنى منذ فلها مضارع تام بعدها ماضي بسيط. لو بمعنى لأن مش الزمن ده عادي ممكن تيجي مع الأزمنة كلها. إنما لو بمعنى منذ يبقى قبلها مضارع تام بعديها ماضي بسيط. طيب قال لك إن سنس كمان، إحنا كده خدنا إن سنس يجي قبليها مضارع تام بعديها حاجة من اتنين، يا إما بداية الحدث أو اسم، يا إما ماضي بسيط. قال لك كمان إن سنس ده كده احنا خدنا لها حالتين. الحالة التالتة ليه ان سنس ممكن تلاقي قبليها it's او it has been زائد مدة اللي هي كانت بتيجي مع فور. ها اروح قايل لك it's 2 weeks، it's 3 months، it has been 5 years since وتحط لي بعديها باشا مش بعديها يبقى ماضي بسيط. الجملة اللي بعد سنس تبقى ماضي بسيط. يبقى بسرعة كده سنس بعدها ماضي بسيط يبقى قبلها حاجة من اتنين، يا مضارع تام يا اتس ومدة او ات هاز بين ومدة. اتس ومدة او ات هاز بين ومدة. سنس يبقى بعدها ماضي بسيط كده كده. طيب قبلها مضارع تام يبقى بعدها ماضي بسيط. يبقى سنس قبليها يا اما اتس ومدة يا ات هاز بين ومدة او زمن مضارع تام. طب بعديها
يبقى بعديها اسم او حدث او بعديها زمن ماضي بسيط. ده كده بالنسبه لي سنس. هي سنس دي ممكن تساوي، ركز بقى في الحته دي كويس، سنس دي سنس ممكن تساوي فور. يعني انا ممكن اشيل سنس، ممكن اشيل فور واحط مكانها سنس ويكون بعدها مده. ايوه، ايه ده، انت مش لسه قال ان سنس بيجي بعدها اسم مش مده؟ فور هي اللي بيجي بعدها مده. حصل، بس الفرق الوحيد ان فور زائد مده تساوي سنس زائد مده. بس لازم يكون بعد المده دهيت اجو، كلمه اجو. يعني اقول لك for 5 weeks هي since 5 weeks ago. for 3 years هي since 3 years ago. ماشي الكلام؟ يبقى for ومدة تساوي since زائد مدة زائد ago. بس خلي بالك من حاجة، ان المدة دي لازم تكون محددة. يعني ايه محددة؟ يعني ما اقولكش a long time. a long time وقت طويل، هي اي نعم هتاخد معاها for، بس ما ينفعش اقول هنا since a long time ago. لا، اقول since مده محدده زي 3 weeks 5 months وهكذا، واحط بعدها ago، ساعتها تساوي 4 والمده ديت. كلام جميل. بعد كده قال لك هنا في عندك expression اسمه the last time او the first time، اول مره او اخر مره. the last time ويحط بعديها subject اللي هو فاعل. the last time وفاعل، ماشي كده، وبعديها ماضي بسيط. يعني ايه ماضي بسيط؟ يعني الفعل تصريف تاني. the last time او the first time فاعل ماضي بسيط اللي هو تصريف تاني، وتروح حاطط لي was زائد علامة على الماضي. اي علامة على الماضي بقى، زي مثلا 2 days ago، مدة زائد ago، او in وسنة ماضية، مش يا اما مثلا last week وهكذا، اي حاجه على الماضي. المهم ان انا عندي the last time او the first time فاعل ماضي بسيط was، وبعد كده علامه على الماضي زي 2 years ago 3 months ago وهكذا. تعالى نكتب مثال. لما اجي اقول لك كده the last time، ادي the last time هحط بعدها فاعل اللي هو I saw علي. the last time I saw علي. بص كده، انا عندي هنا the last time، الجمله هنا بادئه بالفاعل اللي في الاول، ده الفاعل يا باشا. the last time جميل، لكل فاعل فعل. اي حاجه في الانجليزي كل فاعل ليه فعل، ما ينفعش ما هو الفاعل ده هيعمل ايه، لازم يبقى ليه فعل، وكل فعل لازم يبقى ليه فاعل. جميل. the last time ديت ده الفاعل الاول، لازم يبقى ليه فعل. جميل. طب اي ده فاعل برضو بس الفاعل التاني. طب الفعل بتاع ايه؟ انا عملت ايه؟ انا يعني انا اللي شفت. يبقى اذا ده هي الفعل بتاع بتاع الفعل التاني. طب امال ذا لاست تايم الفعل الاول الفعل بتاعه فين يا باشا؟ الفعل بتاعه ده اللي هو was. ذا لاست تايم اي saw علي was كانت. اسأل نفسك كده، هي ايه اللي كانت؟ اخر مرة. اخر مرة كانت انا شفت. يبقى ذا لاست تايم الفعل بتاعها واز، انما الفعل بتاعها سو. ذا لاست تايم اي سو علي واز ان 2010، في 2010. حلو. طب انا مستر عايز ادخل على الجمله دهيت بريزنت بيرفكت، مضارع تام، اعمل ايه؟ تعال نمشيها مع بعض كده بالعربي واحده واحده. اخر مره انا شفت فيها علي كانت في 2010، ان وسنه ماضيه من علامات الماضي البسيط، عشان كده جبت هنا واز. اخر مره شفت فيها علي في 2010، يبقى انا ما شفتش علي من 2010. بص كده بقولها ازاي، انا ما شفتش علي من 2010. من دهيت اللي هي منذ، اللي هي سنس. يبقى انا لما هاجي اكتبها هنا هروح قايل ايه؟ انا ما شفتوش من 2010. تعال اثبت لك ان ده بريزنت بيرفكت مضارع تام. انا ما شفتوش من 2010. علاقه الحدث ده بالمضارع ايه؟ انا لسه لحد دلوقتي ما شفتوش.
انا ما شفتوش من 2010 ولسه لحد دلوقتي ما شفتوش، يبقى علاقته بالمضارع قائمه لسه شغاله، يبقى ده كده بريزنت بيرفكت مظبوط. فاروح قايل I haven't، انا ما شفتوش يعني نفي. I haven't seen تصريف تالت. I haven't seen علي. تعالى بقى هنا عشان هديك كذا حاجه. قال لك انا ما شفتوش من 2010. طيب 2010 ديت سنه يعني بدايه الحدث، يبقى انا هستخدم معاه since، يبقى since 2010. طب افرض انا يا عم جامد وعايز ادخل فور، عايز احط هنا فور. قال لك هتطرح السنه اللي احنا فيها دلوقتي اللي هي 2025 من 2010، هيديك 15 سنه، فال 15 سنه دول المده، فتروح قايل فور 15 years. ما شفتوش من 15 سنه فاتت. طب ما انا لو جامد قوي هروح اعمل ايه؟ حاطط 15 years ده اهي، وحاطط بعديها ago، واروح قايل هنا since اهو، since ومدة واجو، انما فور ومدة بس، انما since وسنة بس. يبقى انا ممكن اقول هنا I haven't seen علي، انا ما شفتش علي من 2010، يا اما بقالي 15 سنة، يا اما من 15 سنة فاتهم. المعنى بتاعك مظبوط يا باشا، يبقى انت كده قاعدتك مظبوطة. يبقى هنا ينفع اقول since وسنة ماضية، يا اما فور والمدة اطرح السنة اللي احنا فيها من المدة دي او من السنة ديت سوري، واشوف المدة واكتبها بعد فور، يا اما اكتب المدة ده تحط بعدها جوه. خلي بالك دي مدة محسوبة اهي، 15 سنة مدة معروف اولها واخرها. كلام جميل. انا ممكن استخدم بقى تعبير تاني خالص واروح قايل it's the first time. مش انت بتقول لي هنا it's اللي هي is يعني مضارع، يبقى انت هتكمل مضارع. it's the first time I saw او I have seen علي. دي اول مرة انا شفت فيها علي. it's the first time I have seen علي، يعني ده اول مرة انا شفت فيها علي، يعني انا ما شفتوش من قبل كده. يعني معنى الجملة ده ان لو عايز ممكن يقول لي استخدم لي كلمة before، فاروح قايل لي ايه I haven't seen علي before، يعني انا ما شفتش علي من قبل كده، فده اول مره اشوفه. it's the first time I have seen علي، هي I haven't seen علي before، يعني انا ما شفتش علي قبل كده. جميل. طيب كان عندنا ايه تاني؟ طيب في بقى كلمات تانية دالة زي مثلا lately recently، والكلمات دي بستخدمها في آخر الجملة. بس اعرف ان كلمة lately بتيجي في الجملة المثبتة او المنفية او السؤال، بس في النفي بيفضل lately عن recently. يبقى انت عندك lately و recently الاتنين معناهم حديثا او مؤخرا، بتيجي في آخر الجملة. طيب عندك كمان كلمة زي كلمة so far up till now. كمان عندك كلمات دالة زي in the last. خلي بالك في عندك حاجة اسمها last ومدة. last ومدة زي last week last month، انت متعود ان ديت ماضي بسيط. بس لما اجي اقول لك in the last مثلا year في اخر سنة، يبقى انت كده مع مضارع تام. يبقى last ومدة ماضي بسيط. in the last year او in the last ومدة، يبقى انت كده مع مضارع تام اللي هو have او has تصريف تالت. حلو. كمان عندك كلمات زي throughout history مثلا، او over years over the past few years مثلا السنوات القليله الماضيه، يبقى انت كده مع مضارع تام. في نقطه مهمه قوي عايزك تاخد بالك منها، اللي هي ايه؟ ان الكلمات الداله على المضارع التام ده اهي ينفع استخدمها مع الماضي التام برضو. المضارع التام كلمات الداله عليه ينفع استخدمها مع الماضي التام، ايوه. ما هو الفرق ما بين المضارع التام والماضي التام ان المضارع التام حدث في الماضي بس ليه علاقه دلوقتي بالمضارع، انما الماضي التام حدث حصل في الماضي ايوه، بس علاقته بالمضارع ما عادتش قائمه دلوقتي وله علاقه بحاجه في الماضي. بمعنى لما اجي اقول لك دلوقتي مثلا انا ما شفتش علي بقالي 15 سنه، لو انا لحد دلوقتي ما شفتوش يبقى ده كده مضارع تام، لان ده علاقه الحدث اللي في الماضي بالمضارع لسه قائم. انما لو قلت لك انا ما شفتش علي من 15 سنه، انا شفته الاسبوع اللي فات، بس انا شفته الاسبوع اللي فات،
يبقى معنى كده ان الحدث اللي كان في الماضي ده هل هو لسه شغال؟ لا، ده هو علاقته بالمضارع انتهت. هو اداني اشاره ان الحدث ده انتهى خلاص، اللي هو انا ما شفتش علي بقالي 15 سنه، بس انا شفته الاسبوع اللي فات. يبقى اذا ده كده ماضي تام. ليه؟ لان انا عندي علامه او عندي حاجه بتدل لي، عندي دليل على ان الحدث ده علاقته بالمضارع انتهت خلاص. هو انا كان فعلا بقالي كذا، الحدث ده كان شغال بقاله 15 سنه، ان انا ما شفتوش بقاله 15 سنه، بس انا شفته الاسبوع اللي فات. يبقى خلاص ده كده ماضي تام. يعني اقول I hadn't مش haven't بقى، او hasn't هتخليها ماضي فتبقى I hadn't seen علي since 2010 مثلا. انا ما شفتش عليه من 2010. لو وقفت لحد هنا فالماضي التام ده كده غلط. طب لو كملت ورحت قايل I saw him yesterday، انا شفته امبارح، يبقى الماضي التام كده مظبوط. لان I saw him yesterday saw ماضي بسيط، قال لي خلاص ان الحدث ده خلاص ما عادش له علاقه بالمضارع، انا شفته خلاص هو انتهى، الحدث ده كده انتهى. طيب الماضي البسيط والمضارع التام ممكن يلخبطوك في حاجه من اتنين، او ممكن يلخبطوك في حته معينه اللي هي ايه. قال لك دلوقتي ان انت لما بتشوف فور ومده بتجري تجيب مضارع تام، بس لو الحدث ده قال لك ان في حاجه تانية بقت بتحصل دلوقتي يبقى ده كده ماضي بسيط. بمعنى اجي اقول لك مثلا دلوقتي عمي كان شغال في شركه بقاله لمده 15 سنه، عمي كان شغال في شركه لمده 15 سنه، لو هو لسه شغال لحد دلوقتي يبقى ده مضارع تام، لان علاقه الحدث بالمضارع لسه شغاله. انما لو قلت لك ده هو شغال سواق تاكسي دلوقتي، يبقى اذا ده كده ماضي بسيط، لان خلاص الحدث حصل في الماضي وانتهى خلاص وخلص. ماشي الكلام؟ طيب تعالى بقى نخش على شويه حل كده، وبرضو الحاجات اللي ما قلناهاش هتلاقيها مقابلانا في الحل هنا. طيب بسم الله، سمي الله كده. انا عايزك برضو ايه قبل ما تبدا في الحل توقف كده الفيديو وتشوف الشرح اللي فات ده، تعيده كده وتظبطه انت مع نفسك وتذاكره كويس، وبعد كده تبدأ تحل، وبعد كده تشوف الفيديو بتاع الحل، يعني تشوف الحل بتاعنا هيبقى عامل ازاي. طيب بسم الله. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لي هنا هشام not this car for 5 years. هشام بيمتلك العربية ديت لمدة 5 سنين، بقاله 5 سنين. طيب مبدئيا انا ما عنديش اي حاجة بتدل لي على الماضي، فانا اي حاجة على الماضي هشيلها، يبقى هاد مش هتنفع. طيب ايه is having ديت؟ is having ده اسمه مضارع مستمر، ادي فيرب تو بي وبعديه اي ان جي، يبقى ده كده زمن مستمر على طول. have هنا معناه ايه؟ معناه يمتلك، اهو يمتلك العربية. يبقى اذا فعل يمتلك ده ما بيجيش في الاستمرار اسهل اصلا. ليه؟ لان ده اسمه stative verb، فعل حالة ما بيحصلش فيه مجهود. قيسها دايما كده، اي فعل ما بيحصلش فيه مجهود يبقى ده كده stative verb، ما يجيش في الاستمرار، ما يجيش في اي زمن مستمر. طيب اي فعل بيحصل فيه مجهود ينفع يجي في زمن مستمر. بمعنى لو قلت لك دلوقتي هاف معناها ايه يا باشا؟ معناها يمتلك، يبقى اذا ما بيحصلش فيها مجهود، يمتلك انا بمتلك. ايه المجهود في كده؟ يبقى ده كده ما ينفعش يجي في الاستمرار. انما لو قلت لك هاف معناها يتناول اهو، في مجهود بيحصل، في حركه بتحصل، يبقى اذا ده كده ينفع يجي في الاستمرار عادي جدا، ما فيش اي مشكله. يبقى اذا از هافينج هنا ما تنفعش لان ده اسمه ستيتيف فيرب. طب اقول هاز ولا هاز هاد؟ بيقول لك بقاله 5 سنين ولسه ممتلكها، يبقى اذا ده ما ينفعش مضارع بسيط، يبقى انا عايز هذا وهذا وتصريف ثالث تبقى هاز هاد. هنا بقى بص كده اهو، اتس ادي مده، يبقى انت حافظ وعارف. ادي سنس فاعل وماضي بسيط، يبقى انا هنا مع سنس اهو ببساطه خالص. I ate English recently. كلمه recently من الكلمات الداله على المضارع التام. ده يا باشا ماضي بسيط شيله، ده ماضي بسيط شيله. انا عندي هنا have studied، ادي have لان هي مضارع، وادي studied تصريف ثالث لان ده زمن تام، وادي هنا عندي have been وتصريف ثالث. ما بين have والتصريف الثالث been يبقى انا المفروض اكون بادئ بالمفعول. طب اي هنا هو المفعول بتاع الفعل ده، يعني انا اللي studied ولا انا اللي وقع عليا studied؟ لا طبعا انا الفاعل، يبقى اذا هنا انا كده active. طب بص هنا English not recently، برضو recently مضارع تام، كلام جميل. طب الانجليش اولا الانجليش ده هو سنجلر يعني مفرد، هيعمل معامله المفرد، يعني هاف ديت بالسلامه مش هتنفع.
وانا عايز هنا مضارع تام، يعني studied ديت ماضي بسيط مش هتنفع. has been studied ولا has studied نفس الموضوع. طالما عندك been ما بين have و has والتصريف الثالث يبقى ده كده مجهول، يعني المفروض ان الجمله تكون بادئه بالمفعول. طيب الجمله هنا بادئه بانجلش، هو انجلش هو اللي بيعمل الفعل ده ولا هو اللي بيقع عليه الفعل؟ لا، ده انجلش هو اللي بيقع عليه الفعل، يبقى انا هنا مجهول باسف، يبقى has been studied. اللي بعد she not any meeting since، ادي since. بص انا بمشي اي رابط بروح اعمل عليه دايره كده او مربع ايا كان. since اجيب بعديها ماضي بسيط اهو، تصريف تالت اهو، سوري تصريف تاني، ماضي بسيط. حلو، يبقى قبليها انا عايز مضارع تام. wasn't دي مضارع تام؟ لا ده ماضي مستمر هنا. طب doesn't مضارع تام؟ لا. طب want مضارع تام؟ لا. يبقى انا مع hasn't attended اهو. التكوين اهوت ادي has وتصريف تالت، كلام جميل. she ate to the market she will be here soon. خلي بالك من الحته دي، عندك حاجه اسمها has، مش خلينا نكتبها هنا. عندك حاجه اسمها have او has، اللي ينطبق على have ينطبق على has، احنا مش محتاجين بقى نقعد نقول have وhas. اللي ينطبق على have ينطبق على has باختلاف المفرد والجمع. have been to و have gone to و have been in. ايه الفرق ما بين الثلاثه دول؟ كلمه been دهيت اللي هي been to، been يعني معناها اللي هو verb to be اللي هو معناه يكون، فهنا معناه ان هو كان في المكان ده اهو اللي هيجي بعديها. يبقى معنى كده ان بقول لك انا كنت في اسكندريه امبارح، انا كنت في اسكندريه، هل ده معناه ان انا لسه في اسكندريه؟ لا، انا لما قلت لك انا كنت في اسكندريه انت فهمت ان انا مش في اسكندريه خلاص، انا هنا دلوقتي. يعني معنى كده ان have been to هو راح المكان ده هو وجه خلاص، هو ما عادش هناك. انما have gone to، gone يعني انا ذهبت لاسكندريه. جان هنا جان تو هو راح المكان اللي هيجي بعديها ده ولسه هناك ما رجعش لسه. طب هاف بين ان، هاف بين ان برضه هيجي بعدها مكان، بس هاف بين ان معناه ان هو راح المكان ده واستقر قعد هناك خلاص. يقول لك مثلا انا قاعد في اسكندريه بقالي 15 سنه، يبقى اي هاف بين ان اليكس، يعني انا كنت في اسكندريه او انا قاعد في اسكندريه بقالي 15 سنه انا لسه مستقر هناك، يبقى هاف بين ان. هاف بين تو راح ورجع، هاف جان تو راح ولسه هناك، هاف بين ان هو مستقر مبلط. طب تعالى هنا نشوف، هي راحت الماركت ورجعت ولا لسه؟ بيقول she will be here soon، هي هتبقى هنا قريب، بمعنى كده ان هي راحت ولسه ما رجعتش، يبقى انا هنا مع gone، يبقى has gone to. رامي won't go home until علي نقط. حلو قوي السؤال ده وفكرة جديدة ما قلناهاش لسه، خلي بالك عشان انت على مدار الفيديو هتلاقي في افكار جديدة بتطلع وهنشرحها مع بعض واحدة واحدة. كلمة until هو رابط، احنا اتفقنا اي رابط هروح عامل عليه مربع كده ومظبطه كده، انا هشوف بعديه جملة وقبليه جملة واشوف بيجي بعديه وقبليه ايه. حلو. until هنا قبلها ايه؟ ما هو بيخيرني بعديها يبقى انا هبص قبليها. قبلها هنا want to go. want دهيت مستقبل اللي هي اختصار will not اللي هو نفي will. كلام جميل. اي رابط قبليه مستقبل، اعرف القاعدة دي كويس قوي، اي رابط زمني اي رابط قبليه مستقبل يبقى انت عايز بعديه يا اما مضارع تام يا اما مضارع بسيط. المضارع التام عرفنا تكوينه هذا وهذا تصريف ثالث. طب المضارع البسيط تصريف اول، ولو الفاعل مفرد تجيب الفعل اخره اس. شكرا. المضارع البسيط تصريف اول، ولو الفاعل مفرد تجيب الفعل اخره اس. حلو. طب انا هنا عندي انطل قبلها مستقبل يبقى انا عايز بعدها مضارع. هاد مضارع؟ لا. الرايف مضارع؟ ايوه. الرايف ده اخرها ايه دي مضارع؟ لا، ده تصريف تاني. يبقى انت بالسلامه. يبقى انا ما بين هذا الرايفد والرايف، ده تصريف اول وده هذا تصريف تالت. بص على الفعل يا باشا، الفعل عندك هنا مين؟ علي، ده مفرد، يبقى اذا انا مع هاز، لان انا لو هستخدم مضارع بسيط فالمفروض اقول علي arrives، دي لو arrives صح. طيب اللي بعده I ate 2 emails till now، لحد دلوقتي. There are still 4 unsent، لسه في 4 ما اتبعتوش. سيبك من الترجمة خالص على جنب. till now زي up till now زي so far من الكلمات اللي بتدل على المضارع التام. sent ده تصريف تاني مش هينفع، send تصريف أول مش هينفع، have وتصريف تالت أيوة تنفع، am و ing ما تنفعش لأن ده مش مضارع تام. اللي بعد شهاب has lived in London،
نقط his childhood. his childhood اولا زمن الجمله هنا مضارع تام، has وتصريف تالت، يبقى when ده بالسلامه، when بعدها ماضي بسيط قبليها ماضي بسيط، انما ما يجيش قبلها مضارع تام. طب اجو هنا مش هتنفع في النص، ما تجيش اصلا، لازم اجو يبقى قبلها مده اساسا. طيب since ولا for؟ بص على اللي بعديه his childhood. يا باشا انا ما اعرفش يعني ايه childhood، انا ما اعرفش يعني ايه childhood. حلو، اتعامل معاها ازاي؟ قال لك his ده هي اسمها صفة ملكية possessive adjective، يبقى صفة الملكية لازم يجي بعدها اسم، أي صفة ملكية بعدها نون لازم. يبقى إذا اللي بعد هيز ده نون، واتفقنا إن اللي بيجي بعدها نون فور ولا سنس؟ قال لك سنس هي اللي بيجي بعدها نون اللي هو الاسم، يبقى فور هنا مش هتنفع. وهيز تشايلد هود يعني الطفولة، منذ طفولته، مش بقول لمدة طفولته. I'm so happy، ثانية واحدة، am مضارع، أي حاجة ماضي بالسلامة، was بالسلامة، won بالسلامة، had بالسلامة، يبقى الإجابة عندها have won. بالراحة خالص أهو، الجملة بادئة مضارع يا باشا تمشي مضارع. فهنا بيقول لي I'm so happy، أنا سعيد جدا. I am medal for writing poetry، أنا فزت بميدالية. يبقى معنى كده إن أنا فزت خلاص. طب إيه علاقته بالمضارع؟ إن أنا سعيد، ده أثر أهو، علاقته لسه شغالة بالمضارع، يبقى أنا هنا مضارع تام مظبوط. نخش بقى على السؤال اللي بعده، بيقول لي هنا where is the book I gave you؟ فين الكتاب اللي أنا اديتهولك؟ what إيه with it؟ هو أنت عملت إيه بيه؟ يبقى المفروض بيقول له هنا انت عملت بيه ايه، خلاص انت عملت، فين هو بقى؟ يبقى اقول هنا what have you done اللي هي مضارع تام عادي خالص، اكيد مش هينفع اقول هنا ماضي اللي هو had، ولا are you doing ده مضارع مستمر انت بتعمل بيه ايه دلوقتي في الوقت الحالي، ولا what have you been doing لان ده مضارع تام مستمر مش هينفع هنا، فتبقى what have you done with it. تمام. everything is going well، كل حاجة ماشية تمام. وايه any problems so far اللي هي معناها حتى الآن، لحد دلوقتي. احنا ما عندناش اي مشاكل لحد دلوقتي. حلو. everything is مضارع present، يبقى didn't بالسلامة لأن ماضي، يبقى hadn't بالسلامة لأنها ماضي. don't have ولا haven't had؟ باشا انت عندك so far معناها لحد دلوقتي، يعني الحدث علاقته بالمضارع لسه شغالة، يبقى أنا مع مضارع تام haven't had. many people ايه up reading the science fiction books recently معناها حديثا او مؤخرا، ولسه لحد دلوقتي، يبقى ده كده اسمه مضارع تام. many people جمع، يبقى اقول have وتصريف تالت. has طبعا ده جمع مش مفرد، يبقى ما تنفعش. had ماضي وجرو ماضي وانا عايز مضارع تام. it ايه a year since I met safe. حلو، امشي واحده واحده. it is او has been مده، since ماضي بسيط، يبقى انا عايز هنا يا اما is يا اما has، بس has been مش has بس، يبقى has بس لا، يبقى انا عايز is اهي. it's been اللي هي it has been 2 weeks since، يبقى انا عايز هنا تصريف تاني ماضي بسيط. فين التصريف التاني يا عم؟ اهو found. وكلمة last دهيت معناها اخر مرة، معناها اخر مرة. خلي بالك بس من حاجة، خلي بالك أوي من النقطة دي. last زائد تصريف تاني بتساوي haven't، مش have، ها، haven't أو hasn't زائد تصريف تالت. يعني I last phoned سارة، يعني I haven't phoned سارة. طيب أحمد إيه a lot of health problems since he started living، أدي since بعديها ماضي بسيط، يبقى أنا عايز قبليها مضارع تام. has مضارع تام لأ، has بس لأ، has وتصريف تالت. هنا تصريف تالت لأ، يبقى has بس ما تنفعش. had ما تنفعش لأن أنا عايز مضارع تام. having مش هتنفع هنا خالص، يبقى has had. they ايه what to do for the holidays yet. yet يا باشا لحد دلوقتي من علامات الدالة على المضارع التام، والجملة تبقى منفية، يبقى إذا hadn't لأ، أنا مع haven't وتصريف تالت. we haven't seen them not over a year، بقالنا أكتر من سنة، يبقى هنا مضارع تام over a year، أكتر من سنة دي مدة، يبقى أنا مع for over a year. شيل over أقول لك for a year عادي خالص. have you eaten your meal
question mark سؤال. اخر السؤال انت ما بين اتنين، ما بين yet و already. بص بعد الجملة no I'm still eating، لا انا لسه باكل. هل ده تعجب؟ هل دي دهشة؟ لا، هو بيقول له هو انت خلصت وجبتك؟ هو التاني رد عليه، هو رد عليه واحد بيكلمه، يبقى ده كده مش دهشة، يبقى انا مع yet. I can't believe it، انا مش مصدق نفسي. Have you got the full marks already، هو انت جبت الدرجة النهائية فعلا؟ انا مش مصدق نفسي يا باشا، في exclamation هنا، في تعجب اهو، يبقى هنا انا مع already. اخر السؤال هنا already. لو ما كانش عندي I can't believe it كنت هاخد yet في الاخر. I won't be able to read it because، ادي because رابط قبليها مستقبل، يبقى بعديها يا مضارع تام يا مضارع بسيط. I have lost، I've lost my glasses. علي ايه سكول؟ he has just arrived home، هو لسه واصل. خلي بالك من just ده، just معناه بالبلدي كده لسه، بالبلدي خالص لسه. just بتيجي فين؟ ما بين have وهاز والتصريف التالت. هو لسه واصل. حلو. علي ايه سكول؟ علي راح المدرسة وجه، ولا راح ولسه ما جاش، ولا ايه بالظبط؟ قال لك ده هو لسه واصل البيت، يبقى معنى كده ان هو راح وايه وجه، يبقى علي has been to school. have you ايه لوكسور في نص السؤال، عندك question mark في نص السؤال، يبقى انت مع ever، بس هو مش بيخيرني في ever. طب تعالى نشوف. have you not looked since you were born Addisons، بعدها ماضي بسيط، فانا عايز قبلها مضارع تام اللي هو هنا عندي have، عايز بعدها تصريف تالت. حلو. قال له of course I have always lived here، انا عايش هنا، انا عايش هنا دايما. يبقى معنى كده ان هو في المكان ده، هو في الاقصر ومستقر، لان بيقول لك ان انا عايش هنا، يبقى have been in. have you been in Luxor؟ My hands are dirty because I ate in the garden. My hands are dirty، هنا my hands بعدها مضارع اهوت are. حلو. وعندي هنا because اللي هي معناها بسبب. بص كده، بسبب ده هي تلاقي قبليها نتيجة، اللي هي because تلاقي قبلها نتيجة وبعدها سبب. خلينا نفهمها كده بالعقل يعني. قبلها نتيجة وبعدها سبب، وانا بقول لك ان المضارع التام حدث حصل في الماضي وله اثر دلوقتي، فالحدث اللي حصل في الماضي ده السبب بتاع الاثر اللي موجود دلوقتي. يبقى اللي قبل بيكوز اللي هو النتيجة يبقى مضارع بسيط عادي خالص. طب السبب اللي بعد بيكوز هيبقى مضارع تام، لان ده السبب الحدث اللي حصل في الماضي وتسبب الاثر ده دلوقتي. يبقى I have worked. My hands are dirty، ايدي متسخة دلوقتي لان انا كنت شغال في الحديقة. which sentence tells us that Tom is still working. توم لسه شغال، يبقى انا عايز مضارع تام يقول لي ان هو بدأ شغله ولسه شغال لحد دلوقتي. توم worked، لا يا باشا، worked ده ماضي بسيط، يبقى الحدث ده انتهى. used to والتصريف التاني بتساوي التصريف التاني اصلا، used to work مش هتنفع. has worked ده مضارع تام. طب was working ده ماضي مستمر، مش هتنفع، لان انا عايز حاجه تقول لي ان الحدث لسه شغال لحد دلوقتي. is still يعني ما زال. اللي بعده after يسرى، ادي after رابط، هبص الناحيه التانيه لقيت will ومصدر، يبقى هنا يا مضارع بسيط يا مضارع تام، فتبقى الاجابه has finished. this is the most، الحق the most صيغه تفضيل، يبقى never دي بالسلامه. never ديت معلش. was reading مش هتنفع هنا، ماضي مستمر مش هينفعني هنا خالص. this is the most interesting novel I have ever read. طيب بعد كده عندي هنا بيقول لي one of his friends، واحد من أصدقائه اتصاب، واحد من الأصدقاء هو اللي اتصاب. يبقى معنى كده إن one of his friends ده مفعول، لأن هو اللي وقع عليه الإصابة مش هو اللي عمل الإصابة. يبقى هنا أنا مع مجهول، يبقى has been injured. one of his friends has been injured، اتصاب. حلو. اللي بعده I ate this secret for a week now. بص يا باشا، for ومدة now، يبقى ده كده اسمه مضارع تام مستمر. for مدة now يبقى ده كده اسمه مضارع تام مستمر. يعني انا عايز اقول have و has been و ing. طب الفعل اللي هو no ده هوت، no بمعنى يعرف، هو بيحصل فيها مجهود ولا لا؟ انا عارف ان انت كلت، هل بيحصل مجهود؟ انا عارف. ايه المجهود في كده؟ يبقى ده ما ينفعش يجي في الاستمرار اصلا. طب اجيبه فين؟
في المضارع التام البسيط، المضارع التام العادي خالص. يبقى اذا حتى لو عندك علامه على المضارع التام المستمر او اي زمن مستمر عموما، دي ثوابت، دي ثوابت في الانجليزي. اي زمن مستمر لو عندك علامه عليه بس الفعل اللي بيحصل ده هو ستيتيف فيرب، يعني ما بيحصلش فيه مجهود، يعني فعل حاله، يبقى ما ينفعش تجيبه في المستمر ده، امال اجيبه فين؟ في البديل بتاعه اللي هو البسيط منه، نفس الزمن بس البسيط منه. يعني مثلا لو نفترض ان انا عايز استخدم في الجمله ديت ماضي مستمر، طب الفعل اللي عندي ستيتيف فعل حاله، يبقى تجيبه في الزمن البسيط منه، يبقى ماضي بسيط. طب انا عايز استخدم منها مضارع مستمر، يبقى اجيبه في البسيط منه، يبقى مضارع بسيط. طب مضارع تام مستمر، يبقى في البسيط منه اللي هو المضارع التام العادي خالص. يبقى اقول هنا I have known. I have known، انا عارف السر. Sorry for being late for the meeting، انا اسف على التأخير للاجتماع. Sir please let me in، من فضلك خلينا ادخل. I not the clinic، انا كنت في الكلينيك، يعني انا رحت الكلينيك وجيت خلاص، انا مش لسه هناك، يبقى I have been to the clinic. Finally my mother how to use the internet now she can send email، دلوقتي هي تقدر. يبقى اخيرا ماما اتعلمت، هي اتعلمت خلاص، والاثر دلوقتي ان هي دلوقتي تقدر تبعت ايميلات، يبقى ده كده اسمه مضارع تام. يبقى اقول هنا has learned. everybody، حلو قوي. everybody، بص بقى، اي حاجه فيها every، ماشي، اي حاجه فيها every او any او no او some و every و any و no، اي حاجه فيها حاجه من الاربعه دول، الفعل بتاعهم يبقى مفرد، فعل مفرد. اي حاجه فيها حاجه، خلينا نشرحها هنا، معلش خلينا نشرحها هنا كده. بص، في عندك حاجه اسمها every، اي حاجه فيها every او any او no او some، الفعل بتاعها فعل مفرد. يعني لما تلاقي every او any او no او some تجيب الفعل مفرد. طب لو every و any و no و some ده هم بتلاقي لازق فيهم كلمة زي body، كلمة زي one، كلمة زي thing، بيقول لك everything everyone everybody. قال لك بص، one و body هما الاتنين واحد كده كده، يعني بيدلوا على عاقل. الضمير اللي هعوض بيها عنها يبقى جمع. طب كلمة thing الضمير بتاعها يبقى مفرد، يبقى الاتنين مشتركين في الفعل، كده كده الفعل مفرد. every و any و no و some دول اللي بيحددوا الفعل مفرد دايما. طب one و body و thing دول اللي بيحددوا الضمير، لو انا عايز اعوض عن دول بضمير فبادي و one اجيب ضمير جمع، انما thing اجيب ضمير مفرد. طيب تعالى نرجع كده للسؤال. السؤال هنا بيقول لي everybody، ثانية واحدة، every يا باشا يبقى أنا عايز فعل مفرد، have جمع مش هتنفع، where ده فعل جمع مش هينفع، has been given ولا has given، هشوف الفرق ما بين الاتنين، هنا في been هنا ما فيش been، ما هو has given جميل، الفرق إن في هنا been ما فيش been. طالما been ما بين have وهاز التصريف التالت يبقى ديت كده باسف مجهول. هشوف الفعل الضمير أو الاسم اللي قبليه. everybody هو اللي give ولا هو اللي بيتم اعطائه؟ حلو، لو هو اللي بيدي فبيدي ايه؟ a chance، يبقى معنى كده ان ده فاعل، بيدي فرصة، يبقى ده كده فاعل، يبقى انا هنا active مش باسف، يبقى has given. لو ما كانش عندي a chance يبقى كنت اقول everybody has been given، بيتم اعطائه. طيب لا ثانية، معلش everybody هو مش ده، هو لو بيعطي فرصة هيعطي فرصة لمين؟ أنا ما عنديش حاجة، أنا ما كملتش السؤال معلش. I'm sorry. يبقى everybody has been given a chance، بيتم إعطائه فرصة، مش has given. has been given a chance هو بيتم إعطائه فرصة، لأن هو لو بيدي فرصة، طب هيدي فرصة لمين؟ ما عنديش بعدها مفعول تاني، لأن give يجي بعدها مفعولين. We won't be able to live in Mars until، أدي until قبلها want ومصدر اللي هي will يعني. حلو، مستقبل، يبقى انا عايز بعدها مضارع تام او مضارع بسيط، فتبقى الاجابه هنا have found. Many of today's great writers as teachers، كثير من الكتاب العظماء بيشتغلوا كمدرسين. حلو، هم
بيشتغلوا ولسه شغالين، يبقى ده كده اسمه مضارع تام. have also worked as a teacher. nothing like this. حلو قوي السؤال ده. like this ده اهي صيغة مقارنة، فانت لما انت حافظ ان صيغة المقارنة like this هتروح رايح جايب never على طول، هتلبس. ليه بقى؟ لان nothing اللي هو الفاعل ده اهو، nothing بادئة بنو، و nothing بتدي معنى النفي، واحنا اتفقنا نفي زائد مقارنة يبقى انت مع ever مش never. طب اثبات ومقارنة يبقى انت مع never، نفي ومقارنة يبقى ever، اثبات ومقارنة يبقى never. فnothing دهيت، عارف دي لو كانت something، لو كانت something كنت اخد never، لان some مثبتة، انما no بتدي معنى النفي، nothing يبقى دي كده بتدي معنى النفي، يبقى انا مع ever على طول. سالي has been working here. has been working هي معنى كده ان هي لسه شغاله لحد دلوقتي، لان هاف وهاز بين واي ان جي ده حدث بدأ في الماضي ولسه شغال لحد دلوقتي. جميل قوي. اقول for 6 months، ما هو for ومده، حلو. ولا اقول since 6 months، since ما يجيش بعدها المده الا لو بعديها هنا ago، يبقى دي كده مش هتنفع. طب 6 months ago ده اصلا ago مده، واجو يبقى ده كده ماضي بسيط، وانا عندي هنا مضارع تام مستمر. طب باي ومده مش هتنفع هنا، يبقى انا مع for 6 months. although بالرغم من he ate to France twice this year، بالرغم من ان هو راح فرنسا مرتين السنه دي. he's going again next week، هيروح الاسبوع اللي جاي تاني، يبقى معنى كده ان هو راح فرنسا وجه، راح مرتين وجه، يبقى has been to. have you eaten anything not this morning؟ this morning، this ديت هنا صفة إشارة، طالما صفة يبقى بعدها اسم، واللي بيجي بعدها اسم هي since، يبقى أنا هنا مع since، فتبقى الإجابة هنا since، لأن زمن الجملة هنا مضارع تام أهوت. it's ومدة أهو، it's ومدة since تصريف تاني، يبقى أنا عايز since وماضي بسيط، يبقى since I didn't see ولا since I last saw؟ it's 2 years، دول سنتين من آخر مرة شفته، مش منذ إن أنا ما شفتوش. since I last saw آخر مرة عملت فيها الفعل، يبقى last وتصريف تاني. أحمد إيه typing 3 reports؟ أحمد خلص كتابة 3 تقارير، عدد مرات تكرار، يبقى أنا هنا مع مضارع تام عادي خالص، مش مضارع تام مستمر، يبقى has been finishing ما تنفعش. had ده ماضي أصلا وأنا ما عنديش حاجة بتدل على الماضي. طيب has finished ولا has been finished؟ هو أحمد اللي انتهى ولا أحمد اللي خلص؟ أحمد اللي خلص، يبقى أحمد ده فاعل، يبقى أنا been هنا ملهاش أي 60 لازمة، يبقى has finished. she played football for about 5 years، لمدة 5 سنين تقريبا، يبقى هي بتلعب كورة لمدة بقالها 5 سنين ولسه بتلعب لحد دلوقتي، ما عنديش حاجة بتدل إن الحدث ده انتهى خلاص، يبقى she has been playing أو has played، والاتنين صح. she has been playing. ايه when have you lived in your home؟ جميل قوي. اعرف دول كويس قوي. since لازم تحفظهم كويس. since when، for how long، يا اما how long مضارع تام واحط في الاخر for. جميل كده. طيب عندك بقى how long ago، يبقى بعديها did اللي هو ماضي بسيط، انما how for how long او how long بس، او since when يبقى بعديها مضارع تام اللي هو have او has. فهنا بعديها have اصلا اسمها على بعضها since when، يبقى since when. ممكن اشيل when دهيت واروح قايل how long، يبقى احط هنا for how long. السؤال اللي بعده هنا بيقول لي ندى A for 35 years and she is still married now، هي ما زالت متزوجة لحد دلوقتي، يبقى ندى متجوزة بقالها 35 سنة. جميل قوي. ندى متجوزة بقالها 35 سنة ولسه لحد دلوقتي متجوزة. حلو. يبقى معنى كده ان ده اسمه مضارع تام. ليه؟ لان هي اتجوزت خلاص ولسه متجوزة لحد دلوقتي، فده حدث بدأ في الماضي ولسه شغال لحد دلوقتي، يبقى الماضي المستمر ده مش هينفع، was و ing ده ماضي مستمر مش هينفع هنا. طيب ولا have تنفع لان ندى مفرد، يبقى اكيد have هي كمان مش هتنفع، have بتيجي مع الجمع. طب اقول has been marrying ولا has been married؟ الفيرب اللي هو married دوت اللي هو فيرب اللي هو بمعنى يتزوج،
ما ينفعش اقول has been marrying. ليه؟ لان ده معناه ان الحدث نفسه، ان الفعل نفسه اللي هو marry بدأ في الماضي ولسه شغال لحد دلوقتي. هل هي بدأت تتجوز ولسه لحد دلوقتي عمالة بتتجوز؟ لا، هي اتجوزت خلاص، فتبقى have been married. has been married sorry has been married. حلو. married هنا adjective، صفة بمعنى متزوج، هي متزوجة لحد دلوقتي. جميل. have you eaten all the food؟ You must have been أو you must have been very hungry. Have you eaten all the food؟ هو أنت كلت الأكل بالفعل ولا كلت الأكل؟ You must have been very hungry. أنت أكيد كنت جعان. أنا كده بعبر عن دهشة. هو أنت أكلت الأكل بالفعل كله؟ يبقى already، لأن هنا بيقولوا أنت أكيد كنت جعان، يبقى معنى كده إن الحدث ده تم فعلا. Have you eaten all the food already؟ I'll go to bed as soon as رابط قبل ومصدر مستقبل يعني، يبقى بعديه مضارع تام او مضارع بسيط، يبقى as soon as I has ايه؟ has ده بتاع مفرد، I جمع يبقى I do. صح كده، I do. How many times؟ كم عدد المرات؟ كم عدد المرات يبقى بيسأل عن عدد المرات، يبقى ده كده مضارع تام مش مضارع تام مستمر. How many times have you been seeing؟ لا والله. طيب يو بدأ بفاعل، احنا اتفقنا اي حاجه فيها كويشن مارك ده سؤال، يبقى اي حاجه بدأ بفاعل اشيلها، فانا هشيل يو هاف بين سين. او هاف يو بين سين ولا هاف يو سين؟ طب اشوف هو هاو ماني تايمز يو هنا فاعل ولا مفعول؟ قال لك هنا لو هو فاعل فهو الفاعل بتاع الفعل ده. طب هو شاف ايه؟ شاف ذات موفي، يبقى معنى كده ان يو هنا فاعل، يبقى ما ينفعش بين، يبقى انا مع هاف يو سين. I watched this film before. انا ما شفتش الفيلم ده قبل كده. جميل. haven't never دي تركيبة مستحيلة، لان haven't منفية، فانا مش محتاج اصلا never معاها نفي. طب have ever، I have ever watched this film before، ده انا عايز انفي، انا عايز اقول انا ما شفتش الفيلم ده من قبل كده، يبقى have مش هتنفع. وهاف never هي الاجابة، has never مش هتنفع، لان I بيعمل معاملة الجمع فياخد have مش has. is the death of her father، وعندي هنا كوما. طالما عندك كوما يبقى انت مع اللي قبليها، ما يخصنيش اللي بعدها في حاجه. the death of her father ده كده اسمه of، ده اهي قبلها نون اهوت، ذا ونون وبعديها صفه ملكيه ونون، فدي كلها على بعضها نون، اللي بيجي بعدها نون مين؟ since. يبقى since the death of her father. this is the most interesting، the most صيغه تفضيل، يبقى انت مع ever. have never seen لا، seen لا. طب ever have seen يا باشا، ever في النص قبل التصريف الثالث على طول، يبقى انا اقول هنا have ever seen. his new novel روايته الجديدة not yet ما اتنشرتش لحد دلوقتي. ما انا عندي الفعل اهو اللي هو publish، عرفت منين لما اتنشرتش؟ من الفعل publish ينشر. حلو. روايته الجديدة نشرت؟ لا، ده هي اللي ما اتنشرتش. اولا يت عايزة نفي، لازم تبقى الجملة منفية، فهاز مش هتنفع. عندي اثبات تاني، هاز هنا مش هتنفع، يبقى hasn't published ولا hasn't been published؟ عندك been، يبقى انت هتشوف قبل النقط فعل ولا مفعول. his new novel روايته هي اللي نشرت؟ لا، ده هي اللي ما اتنشرتش، يبقى hasn't been published. my brother has been to Luxor for 2 years. this means that، تعالى بيقول لك ده معناه ايه؟ افهم الجملة نفسها الاول وبعد كده خش على الاختيارات. بيقول لك my brother اخويا has been to، انا عارف ان been to ديت معناها ان هو راح المكان ده ورجع، يبقى معنى كده ان هو لسه في الاقصر؟ لا، معنى كده ان هو رجع، يبقى معنى كده ان هو راح وايه ورجع. he is in الاقصر now، لا هو في الاقصر دلوقتي، لا. will be back soon هيرجع، ما معنى كده ان هو لسه في الاقصر، الاثنين نفس المعنى. طب he want to go there again مش هيروح هناك تاني، ملوش اي علاقه، يبقى went and came back معناه ان هو راح ذهب ورجع، went and came back. اللي بعده the last time I saw her اخر مره انا شفتها. the last time فاعل ماضي بسيط was وبعدها مده زي ago، ده معناه ان انا ما شفتهاش من اسبوع، او ما شفتهاش بقالي اسبوع. يبقى I haven't seen her for a week ولا I haven't seen her since a week ولا I have seen her for a week. اولا انت بيقول لك هنا اخر مره انا شفتها فيها من اسبوع فات، يبقى I have seen her for a week يعني انا شفتها من لمده اسبوع؟ لا. a week دي مده، يبقى انا هستخدم معاها for، يبقى I haven't seen her for a week. he hasn't played tennis
since he was in the club last week. هو ما لعبش تنس hasn't played tennis since وبعدها ماضي بسيط اهو since he was in the club last week. يبقى هو ما لعبش من ساعة ما كان في النادي الأسبوع اللي فات، يبقى آخر مرة لعب فيها تنس الأسبوع اللي فات. طيب he last played tennis in the club a week ago ولا he didn't play tennis last week ولا he hasn't played tennis before، يعني هو ما لعبش تنس من قبل؟ لا، ده هو آخر مرة لعب فيها الأسبوع اللي فات. he is still playing، هو ما زال بيلعب؟ لا، ده هو لعب آخر مرة خلاص. طب he didn't play tennis last week، لا ده هو لعب الأسبوع اللي فات فعلا. يبقى he last played، ولast اللي هي معناها آخر مرة الفعل ده حصل. It started to rain at 2 o'clock and it's still raining، وما زالت بتمطر، يبقى هي بدأت تمطر ولسه بتمطر، يبقى بدأت تمطر بقالها من الساعة 2، يبقى معنى كده ان الحدث لسه شغال. جميل. اقول it has been raining ده 100%، والاربع اختيارات اولهم it has been raining، خلاص انا هرمي دي على جنب. اقول at 2 o'clock الساعة 2 بالظبط، ولا since 2 o'clock من الساعة 2، ولا for 2 o'clock، ولا ان قال لك ان هنا مش هتنفع لان ده كده عايز ماضي بسيط، يبقى it has been raining since 2 o'clock. طب ليه مش for؟ اقول لك ليه. لان 2 o'clock دي معناها الساعة 2 مش ساعتين. 2 o'clock يعني الساعة 2 ودي بداية الحدث. انما لو قلت 2 hours يبقى هنا انا المدة دي كده تبقى مع for، يبقى 2 o'clock غير 2 hours. عشان اقول for اقول 2 hours، يبقى هنا الاجابة انا مع since. no information مفيش معلومات. باشا no يبقى نفي، يبقى انا هشيل اي حاجه منفيه، لان طالما الجمله منفيه بنو يبقى انا عايز اثبات. يبقى hasn't لا، يبقى انا مع has given او has been given، هي المعلومات هي اللي بتدي، لا هي اللي بيتم اعطائها، يبقى has been given. I am my colleagues for many years now، for مده now، يبقى انا مع مضارع تام مستمر. طيب have been knowing مش هتنفع لان know فعل stative verb ما يجيش في الاستمرار، يبقى انا هاخد المضارع التام العادي، يبقى have known. no one ادي no بتنفي، يبقى اي حاجه منفيه هشيلها، يبقى never لا، never لا. has ever ولا have ever، have وhas يبقى شوف الفاعل. no one اتفقنا ان no one everyone someone anyone يبقى مفرد على طول، يبقى has ever. نقط the last meeting، the last حلو، هتبص بعد the last لقيت مدة يبقى انت مع for، لقيت حدث اسم يعني يبقى انت مع since. the last meeting ده مش مدة، meeting ده اسم، واي اسم يبقى مع since. May has been ill، مي مريضة. نقط the last week ادي the last بعدها مدة يبقى انت مع for مش since. He has worked as a teacher since not school. since هنا حلو قوي السؤال ده. since هنا هتجري على طول، since قبليها يا باشا مضارع تام يبقى بعدها ماضي بسيط، يبقى انت هتروح تاخد finished وهتلاقيها غلط. ليه؟ لان since من ضمن حالاتها ان لو مفيش بعديها فاعل، since لو مفيش بعديها فاعل بحط verb plus ing، ودي معلومة أول مرة اتقابلنا من أول الفيديو. since يجي بعدها ing لو مفيش فاعل يبقى أنا مع finishing. أحمد is starving. إيه he has eaten nothing for 2 days. أحمد جعان. إيه he has eaten nothing for 2 days. هو ما كلش حاجة بقاله يومين، يبقى ده السبب اللي خلى أحمد جعان، فترتب عليه نتيجة إن هو جعان. يبقى أنا عايز رابط بعديه سبب قبل نتيجة، اللي هو مين؟ اللي هو since، اللي هو بيساوي as بيساوي because، والتلاتة دول يجي بعديهم جملة. My phone is very well since I dropped it last week. ادي since بعدها ماضي بسيط، يبقى انا عايز قبلها مضارع تام. يبقى تليفوني اشتغل ولا ما اشتغلش؟ اولا تليفوني هو مفرد، يبقى انا عايز hasn't وتصريف تالي. hasn't worked very well. بيقول لي هنا a number of evergreen trees. انا عايزك تقف هنا ثواني. a number of ده a number of، في عندك حاجة اسمها a number of with the number of. اعرف الاتنين دول كويس قوي. a number of with a number of، الاتنين كده كده بيجي بعديهم اسم جمع. حلو جميل.
الفكرة فين بقى؟ الفكرة في الفعل. الفعل نفسه، الفعل هيبقى ايه؟ قال لك مع a number of ده الفعل بيبقى جمع، انما مع the number of الفعل بيبقى مفرد. يعني معنى كده ان a number of ده هي تجيب لها فعل جمع، يعني where دي هشيلها اصلا لان هي a number of هجيب لها فعل جمع، يبقى where ديت معايا هي فعل جمع، انما has هشيلها وهنا was هشيلها. اقول were planted ولا have been planted؟ were planted ده past simple ماضي بسيط، انما have been وتصريف ثالث ده مضارع تام بس مبني للمجهول في الباسيف. طب هنا بيقول لي over the last few decades، over the last few decades، in the last few decades، مثلا throughout، over years، دي كلمات دالة او دي جملة دالة على ال present perfect على المضارع التام، فهنا ساعتها اروح قايل have been planted. حلو. She left London 10 years ago، هي خلاص غادرت لندن من 10 سنين فاتوا. And I haven't seen her not then، ومن ساعتها ما شفتهاش، من ساعتها منذ ذلك الوقت. since then دهيت بتيجي في آخر الجملة معناها منذ ذلك الحين، من الوقت ده وأنا ما شفتهاش. don't worry ما تقلقش. once ده هو رابط، الناحية التانية will ومصدر، يبقى أنا عايز هنا يا مضارع تام يا مضارع بسيط. يبقى I have informed of the exam results، لا معلش I have been informed، أنا اللي تم إبلاغي لأن مش أنا اللي أبلغت. I have been informed، كلمة inform يعني يبلغ حد بحاجة. How long a computer science؟ How long ده سؤال، يبقى أي حاجة بدأ بفعل مش هتنفع، يو مش هتنفع هنا ويو هنا مش هتنفع، ولا are you studying لان انا ما عنديش حاجه بتقول ان هو بيدرس دلوقتي او بيذاكر دلوقتي، يبقى how long بعدها مضارع تام او مضارع تام مستمر. how long have you been studying؟ recently، ادي recently من الكلمات دالة على المضارع التام او المضارع التام المستمر. طالما عندك have been فانت هتجيب بعدها حاجه من اتنين، يا ing يا تصريف تالت، فاذا هي try مش هتنفع ولا tries. اجيب بعد have been تصريف تالت لو اللي قبلها ده المفعول، ing لو اللي قبلها ده الفاعل. طيب هو I هنا هو اللي بيحاول يبقى I ده فاعل، يبقى have been و ing. There has some discussion about what exactly success is، كان في نقاش ان ايه هو النجاح بالظبط. طيب اولا has مفيش حاجه اسمها been being ولا في حاجه اسمها has being. طب has had ولا has been؟ لان انا عايز بعد has تصريف ثالث يا had يا been. حلو. هو there ده اهي there لازم اجيب معاها verb to be عشان تبقى بمعنى يوجد، يعني كان في كده، فيبقى there has been. some nurses بعض الممرضات ايه the same patients for weeks، بيدعموا نفس المريض ده لمدة أسابيع، لا أسابيع. يبقى some nurses، أولا some nurses بعض الممرضات، أو support ولا have been supporting ولا supported ولا will support؟ لا هي have been supporting لأن عندي for ومدة وما عنديش حاجة بتقول إن الحدث ده خلص، يبقى أنا مع مضارع تام مستمر هنا. nurses الممرضات إيه in the emergency room since early morning من الصباح الباكر، يبقى معنى كده إن هم لسه شغالين بيشتغلوا ولسه شغالين، فنيرسز جمع، يبقى أنا مع have مش هتنفع لأن nurses جمع. he ايه medical English for 3 months لمدة 3 شهور، هو بيدرس ولسه بيدرس، يبقى has been studying. I have to play the drums for 3 years now، for مدة now، يبقى أنا بتعلم ولسه بتعلم لحد دلوقتي، فأنت مع have been و ing يبقى have been learning. لا طب لو قلت learned، هي على فكرة لو أنت ما عندكش been learned تنفع، لأن هنا ده اسمه مضارع تام، هو حدث بدأ في الماضي ولسه شغال لحد دلوقتي، بس طالما عندك الاثنين المضارع التام المستمر والمضارع التام والفعل مش ستيتيف، فإذا تاخد المضارع التام المستمر أحسن من المضارع التام. The ground is wet، الأرض مبتلة، هي مبتلة دلوقتي، فده أثر، دي نتيجة. ليه؟ لأن هي كانت بتمطر طول اليوم. all ومدة زي still، يعني all زائد مدة ده بيدل إن الحدث كان مستمر شغال، يبقى أنا عايز هنا مضارع تام مستمر، يبقى because it has been raining. سمير not ill since he returned from Italy، أدي since بعدها ماضي بسيط، يبقى أنا عايز قبلها مضارع تام،
يبقى سمير اولا انت عندك هاز هاد وهاز بين، الاتنين دول مضارع تام. هاز بس لا، وهاد بين لا، لان ده ماضي، وهاز بس عايزه تصريف تالت. طيب اقول هاز هاد ولا هاز بين؟ المشترك مين؟ هاز، شيله. يبقى انت هتقول هاد ولا بين، الفعل الاساسي هاد ولا بين. اولا انت عندك هنا ال ده هي ادجكتيف، صفه، واللي يجي بعديه الصفه هو فيرب تو بي، يبقى هاز بين. يبقى سمير كان تعبان. طارق can't play football because، ادي طارق can't play. طارق can't play football because he not his leg. اولا because ده رابط قبليه نتيجة اللي هو can't، مش قادر يلعب دلوقتي. ليه؟ لان هو كسر رجليه او جرح رجليه. يبقى because he has hurt. مش حاجة اسمها has been hurting، هو مش عمال بيأذي رجله يعني. ده ما ينفعش لان ده فعل لحظي، ما يجيش في الاستمرار ابدا. I A for that company for a year and I enjoy it so much. انا شغال في الشركة ديت بقالي سنة ولسه مستمتع. بمعنى كده ان انا شغال ولسه شغال، يبقى I have been working. I A for that company for a year، لمدة سنة، نفس الجملة. but I left، ولكن انا سبتها. يبقى انا خلاص اشتغلت وخلصت خلاص، يبقى هنا ماضي بسيط، يبقى I worked. الفرق ما بين الجملتين ان هنا بيقول لك انا اشتغلت في الشركة لمدة سنة، انت هتشوف فور ومدة هتروح تجري تجيب مضارع تام. طب هنا بيقول لي ان انا اشتغلت لمده سنه لسه مستمتع، يعني لسه شغال، يبقى ده كده اسمه مضارع تام مستمر يا مضارع تام. طب هنا انا شغال في شركه بقالي سنه وسبتها خلاص، اي ليفت، انا سبتها، يبقى ده كده اسمه حدث تم في الماضي وخلص، ما عادش ليه اي علاقه بالمضارع، يبقى ده كده ماضي بسيط تصريف تاني. او اي ام ماي والت، وات كان اي دو؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه دلوقتي؟ وات كان، وات كان اي دو، اعمل ايه دلوقتي؟ يبقى انا فقدتها خلاص وليه اثر دلوقتي، اعمل ايه؟ يبقى اي هاف لوست. طب افرض خلينا كان ده اهي كود، خليتها ماضي، يبقى معنى كده ان انت هتجيب ماضي تام، كنت هتروح واخد هاد لوست. يبقى انا هطلع من هنا بقاعده بتقول ان لو الاثر في المضارع، لو حدث حصل في الماضي، حدث حصل في الماضي ليه اثر دلوقتي، يبقى ده مضارع تام. طب الاثر بتاعه ماضي، الاثر هو كمان ماضي، يبقى ده كده ماضي تام، ده هو هاد تصريف تالت. I've learned Italian not 3 years ago، ادي مده. بص بقى، ادي مده بعديها ago، يبقى انت مع since. طب لو مفيش ago يبقى انت مع for بعد المده. It's been 2 months، ادي it's been ومده since، انا عايز ماضي بسيط، يبقى we visited our uncle in the village. I will wait till my friend، ادي till اللي هي زي until قبلها will ومصدر، يبقى انا عايز بعدها مضارع تام يا مضارع بسيط، فتبقى الاجابه هنا my friend has arrived، مضارع تام. يا الله. I ate 5 bucks this month، الشهر ده انا اشتريت 5 كتب، عدد مرات اهو، عدد مرات، يبقى انت مع مضارع تام بس مش مضارع تام مستمر، يبقى I have read او انا قريت، ايا كان الفعل يعني. مي is not hungry، مي مش جعانه، مضارع. مي is not hungry as، لان هي كلت او تناولت عشاء كبير، يبقى as she has had dinner، او فين بقى has eaten، ماشي، يبقى as she has eaten. عارف لو خليتها is دهيت was، يعني معنى كده ان الاثر بقى في الماضي، مي ما كانتش جعانه لان هي كانت كلت، كنت هروح واخد ماضي تام. لو الاثر هنا في الماضي كنت هروح واخد ماضي تام، كنت هقول had eaten مع was. لو قال لي مي was not hungry، انما هنا مي is، يبقى الاثر مضارع، يبقى انا مع مضارع تام. I've just heard، انا لسه سامع on the news في الاخبار ان that there is an accident on Alex Cairo highway، ان كان في حادثه على طريق القاهره اسكندريه، يبقى معنى كده ان كان في، هو كان في وانا لسه سامع دلوقتي، يبقى has been، ده مضارع تام. بعد كده بيقول لي هنا some of our successful athletes، بعض من الرياضيين الناجحين not here to train for more than 10 years، بيجوا هنا بقى لهم اكتر من 10 سنين، يعني بالتالي هنا هم بيجوا لسه بيجوا، مفيش مشكله فيها خالص، يبقى some of our athletes successful athletes have been coming. Staff have a new skills to meet the new challenges of development. الستاف، كلمة ستاف جاي بعدها فعل جمعي، يبقى هو هنا بيكلمنا عن أفراد طاقم العمل. have، هم أولا have ده هي فعل verb to have بيجي بعدها تصريف تالت، فيبقى بي دي كده مصدر مش هتنفع. طيب اقول have been giving، هو هل staff هو اللي عمال بيعطي؟ يبقى ما تنفعش.
طب been given ولا given؟ have given يبقى ده معلوم، يبقى الاستاف ده هو اللي بيدي. طب هو اللي بيدي مهارات؟ ده الاستاف هو اللي بيتم ان هما بيدوه، يعني بيتم اعطائه. يبقى have been given، الاستاف هو اللي بيتم اعطائه مهارات جديده عشان يقدر يقابل التحديات بتاعه التطور. where ايه؟ قال له we have نقط for you for half an hour. عندي هنا نقط، انا عندي هنا مكانين عايز اختار فيهم. where نقط. مبدئيا where دي كلمه استفهام، فاول اختيار اي حاجه بدأ بفعل هشيلها، لان ده سؤال، فاي حاجه بدأ بفعل مش هتنفع. فضل عندي have you been وهاف يو بين بينج، مفيش حاجه اسمها هاف يو بين بينج اصلا، فتبقى الاجابه هنا شكرا يا باشا، انا ما كملتش في اي حاجه. where have you been؟ انت كنت فين؟ we have been waiting for you، احنا منتظرينك. we have a about learning Spanish for a while but we not a good course yet. we have، اولا we have اقول thought ولا been thinking؟ think لو بمعنى يفكر ينفع تيجي في الاستمرار، لو بمعنى يعتقد ما بتجيش في الاستمرار. فانا هشوف هنا احنا بنعتقد about learning Spanish for a while للحظة، ولا احنا بنفكر في تعلم الاسباني for a while للحظات. يعني احنا عمال بنفكر، احنا بنفكر، يبقى معنى كده ان ينفع تيجي في الاستمرار، يبقى دول مش هينفعوا. اقول we have been thinking about learning Spanish for a while but we haven't been finding ولا we haven't found نقط yet. اولا احنا مش هنقول we haven't been finding a good course yet يعني، ولكن احنا لسه ما لقيناش، يبقى we haven't found. احنا مش لسه عمالين مش بنلاقي، هي we haven't found، احنا ما لقيناش. هبه نقط the housework for 3 hours but she نقط yet. هبه has، هي بتعمل. اولا هبه has لان هي مفرد، اقول has done ولا has been done؟ هي هبه ديت فاعل لان هي اللي بتعمل مش هي اللي بتتعمل، فhas been done دي مش هتنفع. طيب هبه اعمال المنزل لمده 3 ساعات ولكن هي ما خلصتش لحد دلوقتي، يبقى هبه has been doing and she hasn't finished، ولسه ما خلصتش لحد دلوقتي hasn't finished. آية all her exams and is going to start university next month، وهتبدأ الجامعة بتاعتها الشهر الجاي. يبقى معنى كده ان آية اجتازت خلاص، هي اجتازت مش عمالة بتجتاز. has passed مش has been passing طبعا، has passed، هي اجتازت خلاص. علي broke his leg، علي كسر رجله and has to ولازم يقعد في البيت في السرير. so he ate a lot of films recently، هو بيتفرج عمال بيتفرج، يبقى so he has been watching، هو عمال بيتفرج على افلام كتيره مؤخرا او حديثا. طيب my been friend arrived at Cairo airport a moment ago، هو وصل خلاص من لحظه، يبقى this means that he ايه، ده معناه ان هو لسه واصل. اعرف بقى حاجه، ان a moment ago زمانها ماضي بسيط بتساوي just او بتساوي just بس في المضارع التام، يعني have او has just وتصريف ثالث. a moment ago او just now، a moment ago او just now زمانهم بيبقى ماضي بسيط تصريف تاني. الجملة اللي فيها ماضي بسيط معاها a moment ago، شيل a moment ago وحط هنا have او has just وتصريف تالت. يعني اقول my best friend has just arrived، هي my best friend arrived a moment ago، يبقى my best friend has just arrived. I a large number of research studies on this topic. I know much. طيب انا عارفه يعني كتير، يبقى انا قريت اعداد كبيره او قريت عدد كبير من الدراسات البحثيه في الموضوع ده، وانا عارفه I know much يعني انا عارف كتير عنه، يبقى انا قريت خلاص. I have read انا قريت خلاص. وخلي بالك ليه ما اخدش have been reading هنا؟ لان ما ينفعش اقول مضارع تام مستمر هنا عشان سبب واحد، هو واحد اللي هو a large number of ده عدد المرات، وطالما ذكرنا عدد مرات يبقى انا مع مضارع تام بس مش مع مضارع تام مستمر. The film نقط by millions of people since it was made من ساعة ما اتعمل في 1968 والفيلم لسه بيتشاهد، يعني الفيلم اتشاهد ولسه بيتشاهد، يبقى the film has been watched، لأن الفيلم هو اللي بيتشاهد مش هو اللي بيشاهد. Researchers الباحثين ايه at what makes people successful for a very long time، الباحثين
هما بيبصوا ايه اللي بيخلي او بيشوفوا ايه اللي بيخلي الناس ناجحين successful for a very long time لوقت طويل. يبقى هما بيبحثوا او هما بيشوفوا ولسه بيشوفوا. يبقى انا ما ينفعش اقول هنا اولا researchers دي جمع، فهاز مش هتنفع. have been looked ده الباحثين هما اللي بينظروا، هما اللي بيشوفوا، هما اللي بيبحثوا، يبقى ما تنفعش. طب have looking have ما يجيش بعدها اي ان جي ابدا، يبقى الاجابه هنا have been looking. I have very much time to work on this project lately مؤخرا او حديثا. يبقى انا هنا مع مضارع تام I haven't had very much time to work on this project lately. I haven't had، انا ما كانش عندي وقت. مش I haven't been having، ما ينفعش اقول I haven't been having هنا، لان have هنا معناه يمتلك، ما بتجيش في الاستمرار. My bike is okay again now. My bike is مضارع، يبقى انا صلحتها. I have repaired it. ايه زي مضارع. طب لو خليت ديت was يبقى my bike was okay again I had repaired. طيب يبقى هنا طبعا have been repaired او have repaired، لان هنا بتكلم في مضارع تام بسيط، عشان عندي هنا الاثر في المضارع. I have a playing the drums as much as I do at the moment. زي ما بعمل دلوقتي، يبقى انا عمري ما لعبت، فانا بتكلم في نفي. يبقى I have never enjoyed، انا عمري ما استمتعت بلعب الدرامز زي دلوقتي. يبقى I have never enjoyed playing، ولا I have never been enjoyed، هو انا اللي ما كانش بيتم الاستمتاع بيا ليه يعني؟ طب I have been never enjoying او I have been never enjoying playing. لا I have never enjoyed playing، انا عمري ما استمتعت. My hands are very dirty. I am my bike. ايدي متسخة are very dirty. يبقى معنى كده ان انا كنت بصلح، بناء عليه حدث اثر ان ايدي متسخة دلوقتي، يبقى I have repaired my bike. You are out of breath. انت خلاص نفسك اتقطع. You are out are مضارع. يبقى هو انت كنت بتجري. Have you been running؟ خلي بالك ما ينفعش اقول هنا have you run. ليه بقى؟ تعال اقول لك ليه. اولا هنا لما اجي اقول لك انت داخل عليا كده بتنهج، اقول لك كده في ايه مالك وانت كنت بتجري، تقول لي ده انا كنت بجري من البوليس هيمسكني. يبقى انت دلوقتي بتفسر لي موقف اللي هو ايه اللي انت داخل بتنهج. يبقى لما اجي افسر موقف كان بيحصل، يبقى انا استخدم معاه مضارع تام مستمر افضل من المضارع التام. فاذا هنا بيقول له you are out of breath، ده انت نفسك رايح، هو انت كنت عمال بتجري. يبقى ده كده اسمه تفسير موقف. have you been running. هنا بيقول لي علي ate too much recently. he should eat less. المفروض ياكل اقل. يبقى علي بياكل كتير مؤخرا. هو علي بياكل كتير مؤخرا ولسه بياكل كتير، عشان كده بقول المفروض ياكل اقل. يبقى معنى كده انه حدث بدأ في الماضي ولسه شغال لحد دلوقتي. حلو. اقول has eaten ولا had been eating؟ طبعا ده ماضي، had مش هتنفع لان هنا بتكلم عن مضارع حاجه لسه بتحصل لحد دلوقتي، يبقى had مش هتنفع. ولا اقول has been eating مضارع تام مستمر، ولا has been eaten has been وتصريف ثالث ده كده باسيف مجهول. طب هو علي هو اللي بيقع عليه الفعل؟ لا، ده علي هو اللي بياكل، يبقى دي الباسيف دي مش هتنفع. اقول بقى present perfect ولا present perfect continuous؟ has eaten ولا has been eating؟ يا باشا هو بدأ ياكل ولسه لحد دلوقتي بياكل كتير، يبقى معنى كده ان ده حدث بدأ في الماضي ولسه شغال لحد دلوقتي، يبقى has been eating مضارع مستمر. هنا التركيز على الفعل نفسه، ان الحدث بيحصل مش على اثر الحدث. عارف لو التركيز على الاثر نفسه كنت هروح اخد has eaten. يعني مثلا لو بدل ما كان قال لي he should eat less، كان قال لي مثلا he is full، يعني هو شبعان. لو قال لي he is full هو شبعان، يبقى هنا التركيز على الاثر، يبقى معنى كده ان الحدث ده تم في الماضي بس ليه اثر، كنت هاخد ساعتها present perfect مضارع تام بس. انما ده كده مضارع تام مستمر، لان التركيز على الحدث نفسه مش على الاثر. I not such a beautiful sunset. such أو an صفة زائد اسم، يبقى أنت هنا مع صيغة مقارنة، دي كده اسمها مقارنة. such أو an صفة زائد اسم، يبقى ده مقارنة. يعني يا تجيب لي have أو has never، يا إما تجيب لي haven't أو hasn't ever.
فهنا اقول have never see، لا حضرتك ده المفروض تبقى seen، يعني دي مش هتنفع لان have معاها تصريف تالت مش مصدر. have never seen ايوه دي كده تنفع. طب have ever seen لا المفروض اقول I haven't ever، يا اما have never been seen، لا طبعا انا اللي ما شفتش. somebody ادي some يعني الضمير يبقى الفعل يبقى مفرد، يبقى have بالسلامه have بالسلامه. اقول has been eating ولا has eaten؟ somebody has eaten all the chocolate the box is empty، is empty، البوكس فاضي، الصندوق فاضي، يبقى معنى كده ان هو كله خلاص وده اثر، يبقى is has eaten. he is out of breath، he is out of breath because he not، he is out of breath هو برضه نفسه مقطوع لان هو كان عمال بيجري because he has been running. علي has been living here since he was a child. This means ده معناه علي has been living، has been و ing يبقى الحدث لسه شغال لحد دلوقتي since he was a child، يبقى ده معناه ان علي عايش هنا دلوقتي، يبقى ده معناه علي no longer lives، لا طبعا no longer ومضارع بسيط يبقى معناه ان الحاجه دي ما بتحصلش. علي lived ده ماضي بسيط، علي lives here now معناه ان علي بيعيش هنا دلوقتي. علي not school he has just arrived home، هو لسه واصل، هو لسه واصل يبقى معنى كده ان هو راح وجه، يبقى علي has been to school. I haven't met the general manager not، it's my first time to meet him، دي اول مره اقابله، يبقى انا ما قابلتوش haven't وتصريف ثالث نفي اهو، ما قابلتوش من قبل اللي هي كلمه before، تحطها في اخر الجمله، يبقى هنا مع before. nothing like this ادي nothing like this has a happened to her. nothing like this حضرتك like this دي عبارة عن مقارنة بس معاها نفي، المقارنة مع النفي تديك ever، لسه حالين زيها من شوية. our block of flats العمارة بتاعتنا ايه since last week بتندهن، بيتم إعادة دهانها، هي العمارة مش هي اللي بتدهن، لا العمارة هي اللي بيتم إعادة دهانها، يبقى معنى كده إن العمارة ده هي مفعول object، يبقى أنا عايز been وتصريف تالت من الآخر، فهاف وتصريف تالت مش هتنفع. has been repainted مش have been repainted لأن هي العمارة احنا بناخدش على flats، بناخد على اللي قبل of، أنا بتكلم على العمارة. تامر said that تامر قال ان he not English for 4 hours now، ادي for مدة now، يبقى هو بيدرس بقاله 4 ساعات ولسه لحد دلوقتي، يبقى بيدرس ولسه عمال بيدرس، يبقى has been studying بيذاكر. بعد كده بيقول لي هنا ندى A for 35 years and she is still married now، هي برضو نفس الموضوع هتبقى has been married. فين has been married؟ has been married، السؤال ده متكرر تاني. طيب they started living here in وسنة ماضية، بدأوا يعيشوا هنا من 2015، يبقى ده معناه ان هم عايشين هنا من 2015، يبقى they have lived here. ما ينفعش اقول they have started يعني هم بدأوا لسه عمالين بيبدأوا، هم خلاص هم عايشوا، يبقى they have lived here يبقى هم عايشين هنا من 2015. they have been to الأقصر have been to يبقى معناها راحوا الأقصر وجم، يبقى معنى كده ان هم مش في الأقصر دلوقتي. طيب يبقى معناه ان they are in الأقصر؟ لا they aren't in الأقصر now، ده معناه ان هم مش في الأقصر دلوقتي. we have visited my parents every week since we ate a car، ادي since قبلها مضارع تام، انا عايز بعدها زمن جملة لان عندي فاعل، يبقى انا عايزه ماضي بسيط، بس خلي بالك we have visited my parents every week احنا بنزور والدينا كل اسبوع since we ate the car من ساعة ما بقى عندنا العربية، فانا هاخد هنا have had، وانا ينفع اجيب بعد since مضارع تام؟ ايوه اجيب بعد since مضارع تام وقبلها مضارع تام، اجيب بعدها مضارع تام لو الحدث او الفعل ده نفسه هو بدأ في الماضي ولسه شغال لحد دلوقتي. يعني بص كده we have visited my parents احنا بنزور اجدادنا كل اسبوع، لان او منذ من ساعة ما بقى عندنا العربية، من ساعة ما امتلكنا العربية، الفعل اللي هو هاد ده هو احنا امتلكنا العربية ولسه بنمتلكها لحد دلوقتي، عشان كده جبته في المضارع التام. we not to the tennis club since we moved here، ادي عندي since بعديها ماضي بسيط، فانا عايز قبليها مضارع تام كده كده، يبقى we have belonged to the tennis club since we moved here. ما ينفعش اقول we have been belonging لان belong ده stative verb ما يجيش في الاستمرار. طيب ده كده معاك 116 سؤال كاملين وافيين على الجرامر بتاع الوحدة الأولى.
اتمنى ان انا اكون وفقت فيهم، ولو في اي حاجة يعني جل من لا يسهو، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني على خير. سلام.